السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان. هنتكلم النهاردة عن ممثل مصري راحل اسمه مراد سليمان. مراد سليمان هو ممثل مصري بدأ ظهوره الفني في الستينات، وعمل بالسينما والتلفزيون في أدوار ثانوية مساعدة، وغالبا بيعمل دور الضابط أو مدير الأمن أو المسؤول الكبير، وجامعها أدوار وقورة كما في أفلام جريمة في الحي الهادي عام 1967 وفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي عام 1974. الممثل مراد سليمان تاريخ ميلاده 24 أكتوبر عام 1934، وتاريخ وفاته 31 أغسطس 1988. أعماله تجاوزت 50 عمل فني حسب ما هو متوفر من معلومات، وربما هناك أعمال أخرى لم يتم رصدها. شارك في عدة أعمال سينمائية، منها في عام 1967 فيلم جريمة في الحي الهادي، وفي عام 1974 فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وفي عام 1975 فيلم حتى آخر العمر، وفي 1978 فيلم وثالثهم الشيطان، وفي 1981 فيلم فتوات بولاق. أما في عام 1987 فشارك في فيلم قبل الوصول لسن الانتحار، وفي 1988 شارك في فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول. أما من المسلسلات التي شارك فيها مسلسل بعد العذاب في عام 1969، ومسلسل الضباب، ومسلسل أوراق الورد عام 1979، ومسلسل الفتوحات الإسلامية عام 1981، ومسلسل نور الإسلام عام 1983، وأيضا في عام 1983 شارك في مسلسل في حاجة غلط، وفي 1983 أيضا شارك في مسلسل بين السرايات. أما في عام 1975 فكان له مشاركة في مسلسل رسول الإنسانية. الممثل المصري الراحل مراد سليمان له العديد من الأعمال في السهرات التلفزيونية والمسلسلات الإذاعية، وأيضا شارك في العديد من المسرحيات، منها مسرحية مجنون ليلى، ومسرحية بنت الهوى عام 1969، ومسرحية بنات الريف عام 1970، ومسرحية ست الملك عام 1978. أما في عام 1980 فشارك في مسرحية رابعة العدوية. مراد سليمان وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. مراد سليمان تاريخ ميلاده كان 24 أكتوبر عام 1934، وتوفي في 31 أغسطس عام 1988. مراد سليمان وممثلين زمان.